موسم جديد من مسلسل ايميلي ان باريس لسه نازل على نتفليكس دلوقتي، تريلر الموسم الثالث، وكنت عايز اشوفه بس قلت ليه ما افتحش الكاميرا واعمل تريلر رياكشن، مع اني مش بحب اعمل تريلر رياكشن قوي، بس بصراحه التريلرز بتاعت المسلسل ده دايما بتبقى ممتعه جدا لدرجه انها ممكن تعتبر جزء من المسلسل. فخلونا نفتح التريلر ونتفرج عليه سوا، وبعدين اتكلم عن الحاجات المهمه او اللي لفتت انتباهي. قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه، ويلا بينا. My entire life, I've been practical. I make one romantic decision and it bit me in the ass. Are you talking about work or Gabrielle? Paris. Oh. I just need to know, are you on my team or not? I was beginning to wonder if you were joining us at all. I'm so in on team whatever this company's called. Do they know that you're pulling double duty? Oh God, no. Sylvie wants to see you in her office right away. Is she really mad? I wish I will. Who can translate this? Not choosing is still choosing? Even not choosing has consequences, so it's still a choice. But how do we know we're making the right one? This is the hardest decision I've ever had to make. So, Cooper, where's your head at? You changed my life. It's not either or. Wow. Are we really here to just love one person? We always talk about work-life balance, and right now I am all about life. Yes! Woo! Ooh, you know I love when a story starts like that. So we really need is the end. Don't take this time for granted, you guys. Let's see how fast this thing can go. واو ده عمل لها So nervous. Are you all right? Just some existential angst. That is so American. Maybe the pressure is not worth it. It's definitely worth it. It's your dream. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Golden Girls. Golden Girls? Never mind. لا ما فهمتهاش. اوكي 21 ديسمبر. تمام، تريلر كالعاده ممتازه، احلى ما فيها طبعا المونتاج والجرافيكس والمؤثرات والحاجات دي، ده اللي بيميز مسلسل ايميلي ان باريس بشكل عام، انه بيدمج ما بين الجرافيك ديزاين والمونتاج. في حاجه ملاحظها ممكن اعتبرها عيب في المسلسل، انه ما زال زي ما هو ما بيتطورش، ما زالت ايميلي في باريس بتعاني، بتحاول انها تكون اوبن مايندد على قد ما تقدر عشان تفهم اكتر الثقافه الفرنسيه وتتكيف معاها. لسه سيلفي زي ما هي بتكرهها، وصلنا للسنه الثالثه ولسه مش طايقاها برضو، وبتعتبرها سو امريكان. برضه لسه بتروح كورسات تعلم لغه فرنسيه، مش عارف هي هتتعلم فرنساوي امتى، ولا هي مش ناويه اصلا، ولا ايه حكايتها بالظبط. المسلسل ما بيطورش من الشخصيات او الاحداث، لسه على نفس الريتم بتاعه من الموسم الاول، وعشان كده انا بحب الموسم الاول جدا، وشايف ان المسلسل مهما عمل مش هيقدر يعلي عليه. طبعا المفروض الموسم الثالث هيكمل الاحداث من بعد الموسم الثاني. ايميلي المفروض تختار تكمل شغل مع مين؟ مع مادلين اللي ادتها الفرصه دي اصلا انها تروح باريس وتشتغل فيها، ولا تكمل شغل مع شركه سافوار اللي طبعا ما بقتش سافوار انيمور، بل هيفتحوا شركه جديده وبيعرضوا على ايميلي انها تشتغل معاهم. الرياكشن ده عظيم، يعني انا بعرض عليك تشتغل معايا فتقول لي تمام ماشي هشتغل معاك في وات ايفر اسمها ايه الشركه اللي انت عاملها دي. ده رياكشن في رايي مناسب جدا، شبيه جدا بالصوت اللي بيطلع من مناخير على طول. طبعا انا في تيم سافوار بكل تاكيد، اشجع ايميلي جدا انها تسيب مادلين المتوحده دي وتنتهز الفرصه وتشتغل مع سيلفي والناس اللي معاها في الشركه الجديده اللي هيفتحوها. دي طبعا الخيارات اللي قدامها على مستوى الحياه المهنيه، لكن على مستوى الحياه العاطفيه ده حوار تاني خالص. ايميلي مطلوب منها تختار بين اتنين، تختار جابرييل اللي معجبه بيه ولكن مرتبط بصديقتها المقربه كاميل، ولا تختار ألفي الشاب البريطاني اللي اتعرفت عليه في كورس فرنساوي ونامت معاه في ليله من الليالي. ده نقدر نقول اهم مشهد في التريلر كله بالكامل. ايميلي بتخزوق ألفي، طبعا بيعرف بعلاقتها بجابرييل وبيعرف انها عندها مشاعر تجاهه، لا وعامل لها شغل عالي ومركبها مكلارن ومفسحها ومبرشطها، ومين عارف ممكن يكون اتقدم لها، ولكن طبعا هتخزوقها احلى خزوق. ده رياكشن مرعب، دي حدوته تخوف. على فكره انا برضو مضايقني ان التريلر حرق عليا الرياكشن ده، لان كده يعتبر عرفت 3/4 الاحداث،
لما اجي اتفرج على المسلسل مش هتفاجئ، لاني عارف ان ايميلي هتخزوق ألفي وهيتأذي جامد بسببها. ما كانش لازم يوريني الرياكشن ده خالص، عشان كده ما بحبش اتفرج على تريلرز بيتغابوا جامد وبيحرقوا علينا حاجات مهمه. غير كده طبعا المسلسل بيوعد بمشاهد فرنسيه باريسيه جميله، مزيكا واغاني تحفه كالعاده. الموسم الثالث من مسلسل ايميلي ان باريس هينزل على نتفلكس يوم 21 ديسمبر، يعني فاضل بالظبط 20 يوم. 10 حلقات باين هينزلوا مره واحده، موسم حلو ولايت خفيف على القلب نختم بيه السنه. طبعا مستنيه بكل تاكيد. وبس كده، دي كل حاجه عندي الفيديو ده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا التنبيهات، واشوفكم في الفيديو الجاي.